هل ستعود الحرب بين سان جيرمان وريال مدريد؟ البداية كانت عندما أعلن بيريز رفقة أنيلي إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي عارضه بشدة ناصر الخليفي والاتحاد الأوروبي. ويواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صناعة الحدث في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية من خلال ما يثار من كلام حول رئيسه ومديره الرياضي ونجومه الثلاثة مبابي ونيمار وميسي، في سيناريو يعتقد البعض بأنه موجه ومقصود يهدف إلى زعزعة استقرار الفريق من الداخل والخارج، تارة بالحديث عن عودة ميسي إلى برشلونة نهاية الموسم، وتارة أخرى من خلال إثارة موضوع مبابي مع نيمار ورغبة الدول الفرنسي في الرحيل خلال الميركاتو الشتوي إلى ريال مدريد، الذي اضطر لتسريب خبر عدم اهتمامه به على الأقل في الوقت الراهن، في حين بلغ التشويش على البي اس جي درجة الحديث مجددا عن عودة الاتصالات بين إدارة الفريق والنجم زين الدين زيدان للإشراف على الجهاز الفني للفريق شهر يناير المقبل، علما أن عقد كريستوف غالتيه يمتد لثلاثة مواسم والفريق لم يخسر حتى الآن في جميع مبارياته.